نوفمبر 1996 يوم هادي زي أي يوم، مفيش عواصف، مفيش مشاكل فنية ولا حتى إنذار واحد يخلي أي حد يشك إن في مصيبة جاية بين طيارة الخطوط السعودية رحلة رقم 763 وبين طيارة الشحن الكازاخستانية اليوشن 76، واللي راح ضحيتها 349 بني آدم في أقل من دقيقة واحدة. وده بعد ما الطيارين خبطوا في بعض على ارتفاع 14,000 قدم فوق المجال الجوي الهندي. الحكاية بتبدأ مع الطيار السعودي خالد الشبيلي، اللي كان واحد من طيارين شركة الخطوط السعودية لفترة طويلة تقريبا بتاع 30 سنة. الطيار خالد الشبيلي ما كانش المفروض هو اللي يطير بالطيارة السعودية في اليوم ده. الطيار كان اترقى في المناصب لحد ما وصل لدرجة مدرب طيارين على طيارات بوينج طراز 737، يعني المفروض شغله يبقى وصل لدرجة إنه يبقى إداري على الأرض. لكن تحصل المفاجأة لما الطيار الأساسي اللي المفروض يطلع بالرحلة يتعب ويتنقل على المستشفى قبل إقلاع رحلة الهند ب24 ساعة. بس شركة الطيران السعودية علشان تنقذ الموقف قعدت تدور على طيار يطلع بالرحلة مكانه، لكن للأسف كل الطيارين كان عندهم رحلات تانية في بلاد تانية، واللي يتطوع في إنقاذ الرحلة ويتحمل غياب زميله اللي تعب هو الطيار خالد الشبيلي. الطيارة كان عليها 312 راكب بطاقم الطيارة، وتذاكرها كلها كانت محجوزة رايح جاي، يعني خسارة كبيرة للشركة لو الرحلة اتلغت. وعشان كده شركة الطيران السعودية كان لازم توفر البديل. وهنا الطيار خالد الشبيلي يستلم كرسي القيادة ويطلع مصحف صغير من جيبه ويقرأ فيه شوية وبعدين يحطه في جيبه تاني ويبدأ الرحلة. وطلع بالطيارة ووصل لحد الهند بدون أي مشاكل، وبات ليلة وتاني يوم المفروض كان هيرجع على السعودية. والركاب اللي كانوا على الطيارة كان أغلبهم ركاب هنود من العمال اللي بيشتغلوا في السعودية أو حتى اللي رايحين السعودية يدوروا على شغل. وفي رحلة العودة بتبدأ قصتنا. بدأ يتواصل مع برج المراقبة في مطار أندرا جاندي علشان يسمحوا له بالإقلاع، وفعلا موظف برج المراقبة في المطار الهندي قال له ابدأ الإقلاع، وبمجرد ما تطير ارتفع 14,000 قدم وما تطيرش أعلى من كده علشان في طيارة تانية هتقابلك في نفس المسار الجوي. لكن للأسف التعليمات ما كانتش تمام، لأن أول غلطة في الحكاية بتبدأ بالمسار الجوي الغلط. والمطار في الهند ساعتها كان شغال بمسار جوي واحد للهبوط وللإقلاع، يعني الطيارات اللي طالعة بتقابل الطيارات اللي نازلة وش في وش، لأن باقي المسارات الجوية في المطار محجوزة لسلاح الجو الهندي. وده كان السبب الأساسي اللي تسبب في أكبر كارثة دموية في تاريخ الطيران المدني. والمشكلة التانية هي إن الرادارات اللي بيشتغل بيه برج المراقبة في مطار أنديرا كانت رادارات قديمة ومستهلكة، وما كانتش بتظهر لمراقب الجوي غير نقطة على شاشة الرادار، والنقطة دي هي الطيارة، لكنها في نفس الوقت ما بتظهرش سرعة الطيارة ولا ارتفاعها ولا أي بيانات تخصها. ورغم إن أجهزة الرادارات مش بتساعد، إلا إن مراقب الجوي بلغ الطيار السعودي خالد شبيلي بضرورة طيرانه على ارتفاع 14,000 قدم، وبلغ طيارة الشحن الكازاخستانية بضرورة طيرانها على ارتفاع 15,000 قدم، بحيث تكون الطيارتين بينهم وبين بعض 1000 قدم تفصلهم عن بعض. وكمان المراقب الجوي أكد على الطيارة الكازاخستانية إنها هتقابل في طريقها طيارة بوينج سعودية، فخدوا بالكم والتزموا بارتفاع 15,000 قدم علشان ما تخبطوش في بعض. وأكد على المعلومة أكتر من مرة. والمصيبة الكبرى إن اللي بيسمع الرسالة في الطيارة الكازاخستانية ما كانش الطيار نفسه، كان فني الراديو اللي بيستقبل الرسائل وبيبعت الرسائل. طيارة الشحن دي كانت مصممة بطريقة معينة تخليها محتاجة 5 أفراد لتشغيلها ما بين طيارين وفنيين، ومن بين الفنيين فني الراديو اللي استلم رسالة برج المراقبة، واللي اكتشفوه بعد كده في الصندوق الأسود اللي فرغوا منه أصوات الطيارين قبل انفجار الطيارة هو إن فني الراديو كان ضعيف في اللغة الإنجليزية. فلما جات له رسالة برج المراقبة بإنه يطير على ارتفاع 15,000 قدم لأن هتقابله طيارة تانية على ارتفاع 14,000 قدم، ركز في آخر رقم سمعه اللي هو 14، وهو ده الرقم
اللي بلغ بيه كابتن الطيارة، وبناء عليه كابتن الطيارة طار على ارتفاع 14,000 قدم، اللي هو نفس ارتفاع الطيارة السعودية. وفي اللحظة دي بيخبط جناح طيارته في جناح طيارة الخطوط السعودية، والاتنين بينفجروا. ونظرا لوجود السحاب والمطبات الجوية محدش كان قادر يشوف التاني كويس، فالاتنين دخلوا السحابة وطاروا في نفس المسار الجوي، وفي أقل من دقيقة كانوا هما الاتنين خابطين في بعض. وواحد من شهود العيان اللي شاف الانفجار بالعين المجردة كان طيار أمريكي تابع للقوات الجوية الأمريكية اسمه تيموسي بلاك، وكان طاير على طيارة لوكيت سي 130 فوق الأجواء الهندية. وبيحكي في شهادته وبيقول إنه شاف وميض انفجار جوه السحاب، وبعدها شاف حطام طيارات وبني آدمين بيقعوا من السحاب كأنها بتمطر بشر. بمجرد ما حصل الاصطدام، طيارة الشحن الكازاخستانية اتقسمت نصين، والركاب اللي جواها وقعوا من السماء على ارتفاع 14,000 قدم إما الطيارة السعودية. ورغم إن جناحها اتكسر وبدأت تتحرق، إلا إن جسم الطيارة فضل متماسك حتى وهو بيقع في رحلة سقوط حر للأراضي الهندية. ومن هنا بتبدأ الرحلة الحقيقية للطيار خالد الجبيلي. والطيارة بتقع المفروض إنها كانت في طريقها للوقوع فوق قرية هندية سكانها كلهم من المزارعين، وبسبب حجم الطيارة الكبير ونزولها من ارتفاع 14,000 قدم سقوط حر، يعني المكان اللي هتنزل وتنفجر فيه هتمسحه من على وجه الأرض. وبالتالي لو نزلت فوق القرية أو بيوت المزارعين فالطيارة هتتحول لقنبلة نازلة من السماء. وهنا تظهر شجاعة الطيار خالد الجبيلي اللي بدأ يدور على أقرب مكان فاضي بعيد عن القرية وبيوت أهلها علشان الطيارة تنفجر فيه. وهو خلاص كان عارف إنه بيعيش لحظاته الأخيرة، وأيقن إن المكان اللي هينزل فيه بطيارته هو المكان اللي هيقابل فيه ملك الموت. وكانت آخر كلمتين بينطقهم هما أستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله أستغفر الله. وبعديها غير مسار الطيارة لأرض زراعية بعيدة عن بيوت السكان، وهناك انفجرت الطيارة بخالد الجبيلي ومعاه 312 راكب اختلفت جنسياتهم ما بين هنود وباكستانيين وأمريكان وبريطانيين وسعوديين. ولكن القصة ما بتنتهيش هنا. الطيارة السعودية لما وقعت على الأرض وقعت بشكل عمودي، وبعدها جسمها اتكسر وطار على الأرض، فكانت عاملة بالظبط زي الصاروخ. والنتيجة إن كابينة الطيارة اتدفنت تحت الأرض، لدرجة إن سكان القرية لما طلعوا يجروا على الطيارة علشان يحاولوا ينقذوا ركابها ما لاقوش كابينة الطيارة. جسم الطيارة كله ولع وكل الركاب ماتوا، لكن الكابينة نفسها محدش لقاها. ولأن القرية كانت قرية ريفية بسيطة وبعيدة عن المدن، فاضطر سكان القرية إنهم يحاولوا يطفوا حريقة الطيارة بنفسهم. اللي عنده جردل مية كان بيستخدمه، واللي عنده خرطوم مية بيستخدمه. تخيل بيطفوا حريق طيارة بوينج بخرطوم مية. وبعد ما وصلت قوات الدفاع المدني بدأوا يستخدموا المعدات اللي معاهم. فضلوا يحفروا لحد ما قدروا يوصلوا لكابينة الطيارة على عمق 3 متر تحت الأرض. تخيل قوة اصطدام الطيارة اللي تخليها توصل لعمق 3 متر تحت الأرض. اصطدامها حفر حفرة كبيرة بلعت كابينة الطيارة بعيداً عن جسم الطيارة نفسه. ولما طلعوا كابينة الطيارة المفروض كانوا يلاقوا الطيار خالد جبيلي تحول لأشلاء، أو على أقل تقدير اتحرق بسبب قوة الاصطدام. لكن المفاجأة اللي حصلت إنهم لقوا جسمه سليم زي ما هو، والمصحف اللي كان شايله في جيبه ما اتحرقش ولا النار قربت منه. فرفعوا جثمانه وسلموه لأهله في السعودية زي ما هو. وبعد ما تم رفع حطام الطيارة، سكان القرية الهندية أطلقوا على الكابتن خالد الجبيلي اسم المنقذ، وده لأنهم شافوا مسار الطيارة وهو بيتغير للأرض الزراعية بعد ما الطيارة كانت نازلة فوق بيوتهم. وبرغم موت الطيار خالد الجبيلي إلا أن موته نفسه اتسبب في تغيير مسير أسرته بالكامل. الحادثة حصلت سنة 96، ووقتها وسائل التواصل الاجتماعي ما كانتش زي دلوقتي، وبالتالي أول ناس عرفت الخبر كانوا هم الطيارين الهنود. فنقلوا الخبر لزمايلهم الطيارين في مختلف المطارات، وأقرب دولة للهند هي باكستان. فمن بين الطيارين اللي وصل لهم الخبر
طيار باكستاني كانت بتربطه علاقة صداقة بالطيار خالد الجبيلي، والطيار ده كان عارف إن خالد الجبيلي اترقى لمنصب مدرب وشغله كله بقى جوه الشركة، فكان حاسس إن الموضوع فيه تشابه أسماء مش أكتر. وبعد الوفاة أهل الطيار استلموا مقتنياته، وابنه قرر يغير مجاله ويتعلم الطيران علشان يكمل مسيرة والده. وبعد الحادثة دي اتغيرت أنظمة الطيران في العالم وخصوصا في الهند من وقتها، وبقى مطلوب من كل المطارات في العالم توفير أكتر من مسار جوي لحركة الهبوط والإقلاع. وتم تحديث كل الرادارات في المطارات الهندية وفقا للصندوق الأسود اللي طلعوه من الطيارة، واللي أشرفت على تفريغه جهات تحقيق من روسيا وبريطانيا. قالوا بالنص إن الطيار السعودي اللي مات كان بطل حقيقي وكان ملتزم بالمهنية في شغله، ورغم إنه على يقين من موته إلا إنه كان بيفكر في المدنيين، وإن الطيارة ممكن تموتهم وتحرق بيوتهم، فعمل كل اللي يقدر عليه علشان يختار مكان مناسب لانفجار الطيارة، وفعلا قدر ينجح في حماية آلاف المدنيين. لو وصلت لحد الآخر بشكرك جدا إنك تابعتني، وبطلب منك تعملي لايك وسبسكرايب علشان نقدر نكمل مع بعض في حلقات أقوى.